وشلون احنا نقع في المصيدة اخواني؟ نقع في المصيدة عندما تأتيني فكرة طيبة مرتبة وحلوة وجميلة. سمعتوا الأيام هذه الآن يرفعون شعار، سامعين شعار ولا ما سامعين شعار؟ أنه بدل ما تقيمون المجالس، بدل ما تصرفون الأموال على المجالس وتطبخون هذا الطعام إلى المعزين، الأولى شو تسوون؟ روحوا وزعوا الفقراء، وزعوا الفقراء. شو كلمة حلوة؟ من ما يحب الفقراء؟ من ما يريد يساعد الفقراء؟ كنا نحب نساعد الفقراء. فيأتي من خلال اذهبوا إلى الفقراء وساعدوا الفقراء وعليكم بالفقراء أولى من إقامة العزاء. فضرب العزاء الحسيني والشعائر الحسينية بشعار شنو؟ براق. بشعار يلا براق، كما قامت به تلك الفئة الضالة الذين قالوا لا حكم إلا شنو؟ إلا لله. الإمام أمين ايش قال لهم؟ قال كلمة حق يلا يراد بها باطل. كلمة حلوة، كلمة جميلة، بس هؤلاء يريدون أن ينصروا معاوية، ينصروا جيش الأمويين على علي صلوات الله وسلامه عليه. الآن نفس الشيء، شعارات والله، بدل ما تطوفون حول الكعبة وكل واحد دافع له 6 ملايين ورايح هناك وما أدري كذا ومصاريفه توصل إلى 10 ملايين، بدل ما تطوفون حول الكعبة تطوفوا على بيوت الفقراء والأيتام. شعارات حلوة. هذه شبهات تجعل الضعيف الثقافة، ضعيف الفهم، وضعيف حسب تعبيرنا التفكير تنطلي عليه. يقول صدق